مساء الخير، معاكم ممدوح مصري عايش في كندا تقريبا من 15 سنة. بشتغل مستشار مالي وتأمين في أكبر شركة تأمين موجودة في كندا. بعمل فيديوهات عشان أساعد الناس وأعرفهم إيه اللي بيحصل عندنا وفي البلاد التانية كمان. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهو نار الحرب الأهلية بعد الانتخابات الأمريكية. هل فعلا هيحصل حرب أهلية؟ ناس كتيرة طلعوا واتكلموا وقالوا وحللوا وجابوا ناس من كل حتة من العالم، وناس طلعت ترندات إن هيحصل حرب أهلية لو ترامب خسر الانتخابات. هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هقوله في اخر الفيديو اذا كان هيحصل حرب اهليه ولا لا. بس هبتدي اعرفكم ايه هو الانتخابات الامريكيه بتمشي ازاي، النظام عندهم ايه، المرشحين وكل حاجه، وبعدين في الاخر هنقول اذا كان في حرب اهليه ولا لا، عشان الناس تطمن، لان ده بيأثر علينا كتير جدا احنا هنا في كندا. لو حصل حاجه في امريكا كندا ممكن تبوظ. يلا نبتدي ونشوف ايه الاخبار. امريكا مختلفة عن العالم شوية في انتخاباتها. يعني العالم كله ممكن ينتخب رئيس بالاستفتاء الشعبي، ان الناس تروح تنتخب تحط صوتها في صناديق الانتخابات ويخلص. انما امريكا عندها حاجتين، استفتاء شعبي وعندهم كمان حاجة اسمها مجمع انتخابي. ده طبعا النهارده مش وقته ان انا هقعد اشرح الحاجات دي، بس بقول لكم باختصار ان الحاجتين دول هم اللي بيكسبوا الرئيس. فممكن تتوقع وممكن تستطلع رأي وتعمل اللي انت عايزه، بس في النهاية ممكن تفشل الا لو كان في فارق واضح ما بين الاتنين مرشحين. طبعا ده خلاص بيكون استطلاعات الرأي ساعتها بتنجح او التوقعات بتنجح. الدليل على كده ان في 2016 هيلاري كلينتون كانت كسبانه فرق كبير في الاستفتاء الشعبي، ولكن ترامب كسب الانتخابات في الاخر بسبب المجمع الانتخابي، وبالتالي ما بتقدرش تحكمها. الموضوع ان هو فعلا الانتخابات دي شكلها غريبه عندهم شويه. تمام. البلاد، معظم البلاد بتكون عندها حزبين كبار قوي هم اللي بيتخانقوا على الانتخابات، وشويه احزاب صغيرين كده ياخدوا لهم كام كرسي او حاجه، زي مثلا حزب اسمه حزب الخضر اللي موجود في كل حته في العالم، اللي هو عايز البيئه والطبيعه والحاجات كده يحافظ عليها. انما الحزبين الكبار هم مين؟ اول حزب هو الحزب الليبرالي، واسمه في امريكا الحزب الديمقراطي. والحزب الثاني هو حزب المحافظين، واسمه في امريكا الحزب الجمهوري. يبقى عندنا حزب ليبرالي اللي هو الديمقراطيين، وحزب المحافظين وهو الجمهوري في امريكا. طيب ايه الفرق بين الحزبين؟ يكفي بس اقول لكم حاجه من الاول، ان الرمز بتاع الديمقراطيين في امريكا هو الحمار، والرمز الجمهوريين الفيل، وده لونه ازرق وده لونه احمر. عشان بس تبقوا لما تيجي تشوفوا مره الانتخابات وتشوفوا الخريطه وتلاقيها بتتعمل احمر احمر او ازرق ازرق، تعرفوا ان ده تبع مين وده تبع مين. الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ان الليبراليين او الديمقراطيين دايما يحطوا مناخيرهم في البلاد التانية. ده واضح وصريح، وطبعا من التاريخ عارفين الكلام ده. يحط مناخيره في البلاد التانية، يتدخل في الامور اللي ملوش دعوه، يروح يقول لك ايه انتوا عملتوا، انتوا سويتوا، انت مالك، دي بلدي، انا حر اعمل اللي انا عايزه. لا، يحط مناخيره في البلاد التانية. الجمهوريين ليتر اون، يعني مع ترامب ما بقاش يعمل كده، قال لك انا ماليش دعوه بحد، وانا انا بلدي نمره واحد وخلاص. نمره اتنين، الليبراليين او الديمقراطيين في امريكا بيحبوا الحروب، بيحبوا الحرب قوي. يقول لك انا هعمل حرب هنا وهنا وهنا وانا هكسب، هبيع اسلحه، وفي نفس الوقت لما الناس تبقى في حروب هتبقى محتاجاني وهبان انا القوه العظمى وكلام من ده. ترامب في يعني الحزب الجمهوري كان ممكن يبقى كده زمان، بس دلوقتي ترامب اكد على ان هو ما فيش حروب وعايز سلام في العالم، وده شفناه لما في الفتره بتاعته كانت الدنيا بيس جدا 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 موجوده. ثلاثة، الحزب الليبرالي او الديمقراطي هم الحزب اللا اخلاقي، يعني يشجع المثليين، يشجع الاجهاض، يشجع حاجه، كل حاجه ضد ربنا. ما عندوش مشكله خالص. الشواذ عندهم مهمين جدا بالنسبه لهم، كل ده المهم عشان يكسب الانتخابات، فهم لا اخلاقيين. الحزب الجمهوري او المحافظين من اسمهم محافظين، فهم بيحافظوا على الاخلاق وبيحافظوا على كل الحاجات دي، تلاقيهم ضد الحاجات دي خالص. نمرة أربعة، الحزب الليبرالي او الديمقراطيين في امريكا عندهم بيحبوا الشو، يوروا يعني ان هو احنا بنساعد الفقراء، احنا بنساعد الغلابه، احنا بنعمل كذا وكذا وكذا، ولكن الحقيقه في حقيقه الامر هم ما بيعملوش حاجه. الجمهوريين مش كده شويه، ما بيوروش وما بيقولوش وما بيعملوش شو. ليه؟ لان الليبراليين نمره خمسه فاشلين اقتصاديا، فلما تكون فاشل اقتصاديا ما تروحش تقول لي وحياتك ان انت بتساعد الفقراء وبتعمل اعانات وبتعمل كلام من ده، لان انت اساسا اقتصاد واقع. اما الجمهوريين فهم شاطرين اقتصاديا، وطبعا المحافظين، وده شفناه في كندا هنا ايام المحافظين، وشفناه في امريكا ايام ترامب. مش هتصدقوا ان في واحد صاحبي في كاليفورنيا، كاليفورنيا دي مقاطعه كلها ازرق،
يعني كلها تبع الديمقراطيين. وانا اسف في الكلمه، انا ما بحبش اقول كلمه بكره، وانما هم كانوا بيكرهوا ترامب، بيكرهوه بطريقه بشعه جدا، بيكرهوه وما بيحبوش خالص. انما صاحبي ده كلمني قال لي في وقت ترامب ما كان هو الرئيس، قال لي لو عايز تعمل مشروع تعالى اعمل مشروع دلوقتي هنا عندنا هتكسب ذهب. قال لي هتكسب ده ليه؟ ده معناه ايه؟ معناه ان الاقتصاد مع ترامب كان طالع فوق جدا، ومش محتاج صاحبي يقول لي، كانت الدنيا كلها عارفه ان الاقتصاد طالع كويس. فدي الحاجات الفرق ما بين الليبراليين والديمقراطيين. طيب تعالوا نشوف بقى ايه مين اللي مترشح من هنا ومين اللي مترشح من هنا. طلع اتنين. طبعا بقيه الاحزاب الصغيرين مش حاجه كبيره قوي. طلع اتنين: بايدن من الحزب الديمقراطي اللي هو دلوقتي موجود، وترامب من الحزب الجمهوري. بايدن عملوا مناظرة ما بينهم مع بعض، بايدن خرف لأن هو راجل كبير في السن والزهايمر اشتغل، فعمل مناظرة وحشة جدا. فراح الناس في الحزب بتاعه ضغطوا عليه عشان يتنازل عن الترشيح للنائبة بتاعته اللي هي كاميلا هاريس. وفعلا وافق تحت الضغط وحطوا كاميلا من ساعة ما طلعت ابتدت عشان تكسب الناس عماله تضحك، وبعدين مسكت ترامب ده غسيل ومكوى، ده عنده قضايا فساد، انا كنت المدعي العام اللي بحقق في القضايا بتاعته، ده عنده قضايا تحرش، ده عنده قضايا مش عارف ايه، ومسكته بهدلته. تمام. ابتدت في الموضوع كويس واسهمها طلعت ولموا لها تبرعات بالهبل، واشتغلت كويس جدا، واستطلاعات الرأي كانت رايحة مع هاريس ان هي رئيسة امريكا القادمة. ترامب ما سكتش، طبعا رد عليها بان هي هبله، سوري يعني، ان هي عماله تضحك على الفاضي وعلى المليان يعني، بطريقه كده يعني زي العبد. وابتدى برضو يديها كلمتين ونظام. ما بعرفش ليه الانتخابات بتاعت امريكا بتاخد شكل لا اخلاقي يعني، مش عارف ليه يعني، مع ان كل واحد ممكن يتكلم على البرنامج بتاعه ايه هو اللي هيعمله البلد، وده هيبقى افضل كتير، انما بيقعدوا يشتموا في بعض. كويس. آه بعد ما اسهمها طلعت والدنيا كانت ماشيه في كاميلا هاري لكاميلا، ترامب اتعرض لمحاولتين اغتيال، وكان واحده منهم هيموت فيها. فطبعا الناس طلعت قالت دي قصص هو عاملها، ده مش عارف ايه، بس يعني لو هو هيموت فيها ما اظنش ان هو هيوصل للدرجه دي، بس دي مش دورنا دلوقتي، مش فارقه معايا الموضوع ده ان هو كان عامل محاولات الاغتيال لنفسه او لا. المهم ان هو تعرض لمحاولات الاغتيال بس كمل. كويس. الولايات في امريكا، انتوا عارفين ولايات امريكا فيهم ولايات لونهم ازرق وفيهم ولايات لونهم احمر، انما في ثلاث ولايات بيسموهم الجدار الازرق. الجدار الازرق. الثلاث ولايات دول هم بنسلفانيا، هم ميشيغان وويسكونسن. الثلاث ولايات دول هم تبع الديمقراطيين، وهم بيسموهم الجدار الازرق لان هم فيهم اكبر نسبه من ناس تنتخب، وعندهم برضو اكبر عدد من المجمع الانتخابي، فاللي هيكسبهم بنسبه كبيره بيكسب الانتخابات. لو طبعا طلعوا كيت كيت يبقى الولايات التانية هي اللي هتقدر ترجح مين اللي هيكسب من الاثنين. انما الولايات دي ترامب ابتدى يشتغل عليها كويس جدا، وابتدى يفتت الاصوات ما تبقاش كلها ازرق، تروح شويه لعنده عشان لو كسب، لو عايز يكسب الانتخابات لازم يشتغل صح، فابتدى يفكر صح ان هو يعمل الموضوع ده. الولايات دي فيها نسبه كبيره جدا مثلا من جنسيات كتيره جدا، ونسبه كبيره مثلا من العرب، فابتدى يتكلم مع العرب، ابتدى يتكلم مع، ما كانش بيعمل كده في الفتره اللي فاتت في الولايه، يعني الولايه اللي خسرها دي، انما ابتدى يعمل الكلام ده يشتغل عليه كويس جدا. طيب برنامج ترامب ايه وبرنامج كاميلا ايه؟ كاميلا انا رئيسة لكل الامريكيين. طب هتعملي ايه يا ماما؟ مش عارفة. طب إيه؟ طب ما انت كنت موجودة مع بايدن دلوقتي وحرب فلسطين، مش عارف هتعملي فيها ايه؟ يعني عمالة تتلعثم. وترامب دخل بقوة بقى، قال لهم طب انا هنهي الحروب بين اوكرانيا لان بوتين صاحبه، وطبعا هنهي الحرب الفلسطين. نتنياهو وصل لغايه عنده هناك في امريكا، ما رضاش يقابل بايدن وقابل ترامب، ده مليان مدلول كبير جدا، وقال ان انا هعمل حاجات في امريكا، وابتدى يقول في يعني ضد قضايا الاجهاض والتلقيح الصناعي للستات ومش عارف ايه والهجره الغير شرعيه، وابتدى يتكلم كويس. اسهم اسهم سوري كاميلا ابتدت تنزل تاني، وترامب ابتدى يعلى مره تانيه. طيب هما بيشتغلوا على مين؟ بيشتغلوا على الناس البيض، بيشتغلوا على الناس السود، طبعا بيشتغلوا على المسلمين لان هم مش اقليه، الناس هناك كتير جدا مسلمين. بيشتغلوا على الشواذ، بيشتغلوا على الشباب،
بيشتغلوا على جايين من امريكا اللاتينيه اللي هم بيتكلموا اسباني، زي مكسيك مثلا، الناس المكسيك وبقيه امريكا اللاتينيه. اليهود، ودول عدد مش قليل، وهم اللي ماسكين الميديا وهم ماسكين اقتصاد البلد كله. وترامب اخترع حاجه جديده شفناها: المصريين المسيحيين. اخترع، لقى ان هو عددهم كبير جدا في امريكا، فابتدى يعني يبعت لهم يقول لهم ان انا عايز اصواتكم وكلام من ده. طيب ابتدوا الناس دي يبتدوا يشتغلوا معاهم. شفنا بقى حاجات في الايام اللي فاتت دي، حاجات خطيره جدا. المسلمين طبعا متضايقين جدا من بايدن، ومتضايقين من كمالة، لان هم مع اسرائيل في تدمير فلسطين وحرب غزه، كل الكلام من ده، وحزب الله وكل الحاجات دي. فراحوا اعلنوا ان هم مع ترامب. وش كده. جم الناس اللي ماسكين الحدود والهجره الغير شرعيه اللي بتحصل، لان انتوا عارفين حدود امريكا مع المكسيك شريط طويل كده، ففي بوابات رئيسيه للحدود زي ما احنا هنا في كندا وامريكا. وهو ترامب قال انا مش ضد الهجره الشرعيه، ولكن الهجره غير شرعيه الناس اللي بيخشوا من الجبال، من مزارع، من مش عارف ايه. المشكله ان هم بيخشوا امريكا معاهم مخدرات، والمخدرات دي بتبوظ الشباب وبتبوظ ناس كتيره جدا. فهو ضد الموضوع ده، وده كان ابتدى يعمل موضوع الجدار العازل ايام الولايه بتاعته. ف فهو قال ان انا مش ضد الهجره دي. بس الناس بتوع الحدود اللي متضايقين جدا من الحاجات دي، وشافوا ان بايدن ما بيعملش حاجه والحزب الديمقراطي ما بياخدش اكشن في الموضوع، قال لك اعلنوا ان احنا مع ترامب. برضو علني كده. تمام. ناس كتيره ابتدوا يعلنوا ان انا مع ده، مع ترامب. وناس كتيره ابتدوا يجوا مع كمالة، بس مش بالعدد بتاع ترامب. ترامب اكتر بكتير. ابتدى بقى ايه يخش في الموضوع ناس تانية ليها ثقل جامد جدا جدا، زي ايلون ماسك. ايلون ماسك بتاع تسلا. ايلون ماسك كان في الاول راجل ديمقراطي، وكان بينتخب الديمقراطيين ومعاهم، وفجأة تحول الى الجمهوريين، وبقى يطلع في حملات بتاعة ترامب، يقف ويقول انا مع ترامب. وطبعا هو ليه انصار كتيره جدا، وده لما يحصل دي حاجه مش كويسه. راحوا ردين عليهم الناحيه التانيه بان اوباما ومراته ابتدوا يطلعوا مع كاميلا عشان يساعدوها. مش كفايه، راحوا جايبين بيل كلينتون الرئيس السابق، راجل بقى كبير جدا في السن، وجي برضه يتكلم ان هو ترامب ده مش حاجه كويسه ومش عارف ايه، وان هي كاميلا هي الاحسن. لغايه ما جه بقى عم بايدن، راح مبهدلهم خالص. عمل ايه؟ راح عم بايدن شاتم انصار ترامب، وقال عليهم ان هم زباله. للاسف يعني. قال عليهم ان هم زباله، ودي حاجه لسه ما حاصله في ساعه ما كان ترامب موجود في نيويورك بيعمل المؤتمر بتاعه. وراح بايدن راح مطلع التصريح ده، وجري البيت الابيض راح ينفي الموضوع. مش ينفي يعني، يقول لا ده هو ما يقصدش كده، ده هو يقصد كده. وراحت طلعت كاميلا قالت انا ماليش دعوه بالموضوع، انا هكون رئيسه لكل الامريكيين سواء اللي انتخبوني او ما انتخبونيش. بس يعني عم بايدن جاي كحالها عماها للاسف، وخلى ان دي مش حاجه كويسه للديمقراطيين. طيب، في الاخر ايه تأثير الانتخابات دي علينا احنا في كندا؟ ده تأثير مهم جدا، لان كندا هي بنت امريكا. باختصار شديد كده، امريكا حلوة كندا حلوة، امريكا وحشة كندا وحشة. وشفنا الكلام ده ان حتى في عهد تريدو، وهو معروف ان هو وقع اقتصاد كندا خالص. انما لما كان ترامب موجود في الفترة بتاعته وتريدو موجود معانا، كان اقتصاد برضو كندا حلو. انما لما جه بايدن اقتصاد كندا ضاع خالص. فامريكا هي بتأثر علينا، وكل حاجة في امريكا بتأثر علينا هنا. وده مرة تانية هبقى اتكلم عليه في فيديو تاني، ايه تأثير امريكا على كندا. هتشوفوه مع بعض في المعاهدات وفي الاستيراد والتصدير وكل حاجة. اخر حاجة بقى، هل فعلا هيحصل حرب اهلية في امريكا؟ انا بقول لكم بالفم المليان لا. ليه؟ مش بقول الكلام ده رأيي الشخص، طبعا كل واحد حر في رأيه لو سمحتوا. يعني اللي مختلف معايا مش لازم يقول انت ما تفهمش او كلام ده. يعني اختلف في رأي زي ما انت عايز بطريقة ظريفة يعني. بس انا رأيي الشخصي ليه؟ لو كان الموضوع ان انصار ترامب هيعملوا حرب اهليه عشان هو خسر الانتخابات، طب ما هو خسر الانتخابات في 2020، ما عملوش حرب اهليه ليه؟ ليه؟ يعني ايه المشكله ان هم يعملوها؟ طب ما هو ممكن يترشح مره تانية، مش قضيه يعني. كبر في السن وكده بس عنده الفرصه. انما هم مش هيعملوا عشان كمان حاجه تانية. امريكا هي شاطره جدا في تفتيت الدول. يعني افتكروا الاتحاد السوفيتي اللي كان دول كتير جدا وكان قوي جدا، عشان يضربوا الاتحاد السوفيتي فتتوا الدول دي وخلوها تطلع كلها من الاتحاد السوفيتي لغايه ما بقت روسيا لوحدها. اوكي. عشان يضربوها. فهم شاطرين جدا في التفتيت، زي ما كانوا عايزين يعملوا في الوطن العربي.
والتفتيت وثورات الربيع العربي عشان يخلوا الدول تتكسر وما يبقاش في قوة واقفة قدام إسرائيل. عشان بس تبقوا فاهمين. أمريكا بقى فاهمين كويس جدا إن هم لن يكونوا ضد بعض مهما حصل. عمرهم ما يعملوا حرب أهلية، عمرهم ما هيعملوها. هم لازم يفضلوا القوة العظمى ورقم واحد في العالم، وعشان يفضلوا كده ما ينفعش يدمروا نفسهم، فعمرها ما تحصل حرب أهلية. فأنا بقول لكم اطمنوا، مش هيحصل حاجة. بس لو كاميلا كسبت توقعوا أيام سودة جاية، من ضمنها قد يكون حرب عالمية ثالثة واتيفر، بس هتكون أيام سودة على كندا وعلى العالم كله، لأن حرب إسرائيل هتكمل وهتضرب لبنان وهتضرب فلسطين، وقد يدخل في معارك مع إيران، وهم هيمولوه كويس جدا وهيدوا له أسلحة كويس جدا. حرب روسيا وأوكرانيا اي ثينك ان بوتين ساعتها هو كل ده قاعد مستني صاحبه يجي عشان يوقف الحرب. ساعتها مش هيبقى عنده اختيار تاني غير ان هو يخش يدمر اوكرانيا نهائي حتى لو بنووي، عشان ياخد اللي هو عايزه ويخلص عليها تماما. وهو سايب زيلينسكي لغايه دلوقتي، ممكن فجأة يخلص عليه. فيعني توقعوا ان الدنيا مش هتبقى بيس في العالم خالص، بالعكس هتبقى أسوأ 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 مع كاميلا. وطبعا كل ده هتلاقوه اقتصاديا عمال يأثر علينا، والغلو اللي احنا فيه هيزيد والدنيا هتزيد اكتر. وما تصدقوش ان في حاجه اسمها كوفيد اثر على الاقتصاد، ما تصدقوش ان في حروب بتاثر على الاقتصاد. الاداره الفاشله للاحزاب الليبراليه والديمقراطيين هي اللي بتاثر على الاقتصاد. ده رايي الشخصي يعني. عموما ربنا يكمل الانتخابات على خير، هي قريب جدا واحتمال يحصل فيها اعاده، بس نأمل انها تخلص على خير، ونأمل ان ترامب يجي عشان يهدي العالم شويه ونعرف نعيش كويس الايام الجايه. سلام.